وحدثت قبل أيام عن رجل من الصالحين نحسبه الله حسيبه توفي من وقت ليس ببعيد. حدثني أحد جيرانه يقول منذ عرفته وهو كل يوم يجمع بنفسه حتى في مرضه ففضل الطعام والرز يجعله في البراح من الأرض للطير واللحم يفرزه في مكان، يقول بشكل يومي منتظم يجعل الرز في البراح من الأرض للطير ويجعل اللحم في ناحية أيضا للقطط. وعجب من ذلك وعجب، يقول يأخذ هذا بشكل يومي، يقول لي يأخذ شيئا من الخبز اليابس ويفته في جانب سواري البيت. قلت هذا لمن؟ قال هذا للنمل. قال هذا للنمل. يقول هذا بشكل يومي منذ عرفته إلى أن توفي وعلى هذه الحال. فباب